حرب التحكيم هذا ما يطلبه الفريق الياباني. ماذا قال الحكم؟ الوقت القاتل، يتقدم فراس، يدخل الخطيب ويسجل الملعب، كرة دفعت قوية. الله! في هذا الفيديو سنأخذكم في رحلة عبر تاريخ كرة القدم السورية في كأس آسيا لكرة القدم. منتخب سوريا لكرة القدم هو ممثل الجمهورية العربية السورية الرسمي في رياضة كرة القدم، وقد تأسس الاتحاد السوري لكرة القدم في العام 1936 وانضم إلى الفيفا في العام 1937. منتخب سوريا في آسيا فقط في غرب آسيا 2008. اليوم 0-0. هل تحضر؟ جهاد لا يريد ذلك. الحسين يتقدم أمام أبناء الحسين. هنا الكرة، هنا الهروب، تسديدة. الله! متابعة يا رب. نسور قاسيون، نسور العرب، نسور سمعان، نسور حارم تحلق في البطولات الآسيوية. ومحمد زينو شكلين ما بيحكي، شكلين ما بيحكي، ما يعرف إلا المرمى، ما يعرف إلا التهديف. شارك منتخب سوريا في الكأس الآسيوية في 6 مرات، وكان في كل مرة لا يتعدى دور المجموعات. ولقد تأهل المنتخب السوري لكأس آسيا عام 2011 في قطر بعد غياب دام عنها منذ عام 1996، حيث صعد للبطولة بدون أي خسارة في التصفيات. وكانت الآمال عقدت على هذا المنتخب القوي الذي تألق في المباراة الافتتاحية ضد السعودية، وقام بالانتصار بنتيجة 2-1 بمفاجأة كبيرة. مدرجات، حوار في أرضية الملعب، كرة دفعت قوية. الله! الحارة يفتتحون باب القارة. سوريا تفجر مفاجأة كبيرة في المجموعة وتتقدم بهدف الشاطر حسين، عبد الرزاق الحسين. فرحة كبيرة في المدرجات في ملعب الريان. يبدأ المنتخب السوري هذا اللقاء، كرة تتهيأ على الطاير والمنتخب السوري يحلق في هذه المباراة. وتألق أمام المنتخب الياباني في مباراة كبيرة ولكنه خسر. لو تتعادل نستناو الأمور انقلبت 360 درجة. إقصاء لكواتشيما، هذه هي اللقطة، وهذا الهروب متاع سنحريب. هنا الإعاقة موجودة. سنحريب رجع من الأوفسايد أو لا؟ هل اعتبره الحكم آخر مدافع أم لا؟ سنرى القرار من نظرة للحكم العربي السوري جمال الشريف الذي أدار نهائي 92 بين اليابان والسعودية. المجموعة الثانية تختلط فيها الأوراق وتتشابك فيها الحسابات. 1-0 إقصاء لكواتشيما، بينالتي لسوريا، وفراس الخطيب على منطقة 11 متر من أجل التعادل. يدخل نيكيتشاوا الحارس الياباني. نيشيكاوا حتى نيكيتشاوا راهو لقب ياباني أكيد. نيشيكاوا. عندنا أمل واحد، عندنا اسم واحد، فراس الخطيب، من أجل فرصة كبيرة جدا لسوريا. على 11 متر رتب محسن تركي الأمور، خرج اللاعبين من منطقة الجزاء. الله، نستمع لها من 15,000 سوري وعربي هنا في استاد نادي قطر. فراس الخطيب ونيشيكاوا في الدقيقة 75. الوقت القاتل، يتقدم فراس، يدخل الخطيب ويسجل. جول لسوريا،
جول لسوريا، فعلها المنتخب السوري. تعادلت المنتخب السوري في وقت قاتل يتعدى في راس الخطيب في المرمى الياباني لينيتشي كاوا. هدف التعادل. السحار تيتا يواصل الحلم، يواصل الطيران بالسوريين نحو مجد آسيا، نحو حلم القارة الصفراء. هدف لهدف من 11 متر، ما يسمحش من 11 متر، ما يضيعش، ما يفرطش في حق جاه، في إمكانية للتعادل، ويتعادل في راس السوري الخطير. وبمفاجأة خسر أيضا أمام الأردن ليخرج من الدور الأول. بعدها غاب المنتخب السوري عن كأس آسيا 2015 بعدما فشل بالتأهل واحتل المركز الثالث في مجموعة ضمت الأردن وسنغافورة وعمان. عاد المنتخب السوري للظهور مجددا في كأس آسيا 2019 بعد احتلاله المركز الثاني خلف منتخب اليابان في مجموعة ضمت اليابان وسوريا وسنغافورة وأفغانستان وكمبوديا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم وكأس آسيا، ولكنه عاد وخرج بشكل مفاجئ من مرحلة المجموعات بعد الخسارة من الأردن وأستراليا والتعادل أمام فلسطين. الجيل الذهبي للكرة السورية. خاض المنتخب السوري تصفيات كأس العالم 2018 بمجموعة من الوجوه الشابة أمثال عمر خريبين ومحمود المواس وإبراهيم عالمة وأحمد الصالح ومؤيد العجان وغيرهم. ونجح المنتخب السوري بالوصول إلى الملحق الآسيوي لأول مرة بتاريخه بعد احتلاله المركز الثالث في مجموعة ضمت إيران وكوريا الجنوبية وقطر والصين وأوزباكستان. وأجمع كافة المحللين والمراقبين الرياضيين بأن هذا الجيل هو الجيل الذهبي للكرة السورية، إلا أنه خسر في الملحق الآسيوي على يد منتخب أستراليا بنتيجة 3 أهداف ل2 بمجموع المباراتين. تبقي آمال السوريين أمامك الآن، الضربة الحرة المباشرة لمصلحة المنتخب العربي السوري. حائط الصد، الله، يا الله يا الله يا الله يا الله. لو أتى الهدف الثاني كان يأتي الفرح، لو أتى نعم الهدف الثاني كان يأتي الفرح، لكن يا الله يا الله في القائم. ولو كانت 2-2 كانت لمصلحة المنتخب السوري. وتأهلت أستراليا على حسابه للملحق العالمي لملاقاة منتخب هندوراس. أفضل اللاعبين في تاريخ سوريا. نبدأها مع عبد القادر كردغلي. يعتبر عبد القادر كردغلي أحد أبرز الأسماء في تاريخ منتخب سوريا، وتألق بقميص نادي تشرين، وانتقل إلى فترة إلى فريق الجيش، وقاد منتخب سوريا لتحقيق انتصارات في حقبة الثمانينات، وكان قريبا من الصعود مع سوريا إلى نهائيات كأس العالم 1986. فراس الخطيب الهداف التاريخي لسوريا تألق خارج سوريا بالانضمام لصفوف العربي والقادسية والكويت الكويتيين والأهلي وأم صلال القطريين، وكذلك التجربة الصينية مع شنغهاي شينهو. وتألق كثيرا بقميص المنتخب السوري مالك شكوحي واحد من أبرز حراس المرمى في تاريخ منتخب سوريا، وشارك مع منتخب سوريا نهائيات كأس العالم 1984 و1988. عمر السومة نجم أهل جدة السعودي حجز مكانه ضمن قائمة أفضل لاعبي كرة القدم السوريين على مر التاريخ بأهدافه الحاسمة التي جعلت منه واحدا من أغلى اللاعبين في منطقة الشرق الأوسط. عمر يتقدم بالعبها. في هذه القائمة سوف نذكر لكم أفضل هدافين في تاريخ منتخب سوريا. يتصدر هذه القائمة
فراس الخطيب، حيث تمكن من كتابة اسمه مع منتخب سوريا. قد تمكن من إحراز 36 هدفا في 72 مباراة. في المركز الثاني رجا رافع ب 32 هدف، ويأتي ثالثا ماهر السيد ب 29 هدف، وبعده سيد بايزيد ب 24 هدف.